اكتر نادي ما لعبش في الدوري قعد 93 يوم. هو السبب وبياخد افريقيا وبيروح خلاص كاس عالم يبقى هو اهم من مصر. سيبك بقى، هو اللي مشرف مصر كابتن يا عم. مصر متشرفه من غير اي حاجه ماشي، وهو مشرف الانديه المصريه. الانديه المصريه انت لو عملت كده هات لي كده نادي، اسمع هات لي نادي في تونس ولا في الجزائر، ادي لاي نادي، ادي لطلائع الجيش، واخد عدد اللي واخده النادي الاهلي يا كابتن. ادي لطلائع مش عايز الجيش، تاجل لي وانا ادي لطلائع يعني الجيش مشرفك. المبالغ اللي انت بتاخدها دي هياخد بطوله افريقيا. لا. والمصحف هياخد، ده بطوله نايمه، ده بطوله واقعه ما فيهاش الا صن داونز والاهلي. وانت لو قابلته هيكسبك. دي رقم واحد. بيراميدز معاه الفلوس الحلوه بتاعته يا كابتن، ما خدش اي حاجه، كل ما بيوصل لغايه الدور قبل النهائي بيقع. لا مش بيقع، الحكام بتلعب في افريقيا كمان. طبعا كابتن يا كابتن، في فرق بطولات، وانت في ماتش مازيمبي اللي الايد طلعت. انا اقدر اكمل الماتش ده رد عليا من غير ضغوط. رد عليا رد عليا. اه انت في الماتش اللي هناك في ضربتين جزاء ما اتحسبوش والفار ما كانش موجود. بالنسبه لايه؟ الاهلي في ماتش ايه؟ ماتش مازيمبي وماتش سيمبا. وبرضه انت دخلت بقى التحكيم الافريقي بقى. انا بقول لك اهو، ما انت بتقول لي التحكيم الافريقي، ما انا بقول لك اهو تحكيم مصر وتحكيم افريقي. الاهلي يعمل لك ايه طيب؟ يروح يلعب في اوروبا عشان تستريح يا كابتن؟ احنا عايزين العدل بس، احنا مش عايزين. ما هو العدل موجود في افريقيا. طب والعدل ايه اذا كان جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي وكولر عمل كده لما الجون دخل في ماتش مازيمبي هنا، وفوجئنا لقينا المخرج جايب لك ايد ما نعرفش جابها منين. ما شفناهاش، واللعيبه اصلا بدات تشد نفسيها ويلا يا رجاله ويلا ان شاء الله يعوض، وفجاه قال لك استنى عقبال ما اتظبطت وجت. اتظبطت طبعا يا كابتن، حرام عليك يا جدع. هو عايز الاهلي يخسر عشان تبقى مش الاهلي يخسر، عشان يبقى في عدل يعني بالنسبه لك. ما انا يخش فيا جون اجيب 3، واخد بال حضرتك؟ انما المشكله ان انت بتضيع مجهود الناس دي كلها. بتضيع ليه مجهود الناس؟ وانت لازم تكسب عافيه وذوق. ما كويس تكسب، مش كويس ما تكسبش. اللي بيبقى كويس على طول يا كابتن. والله قليله قوي اللي تلاقيه مش كويس. السنه دي الاهلي ما لعبش مباراه تقول ان هو يستاهل ان هو يبقى بطل القاره او بطل افريقيا. ودي فرقه احسن منه. ده انت بعضمه لسانك كنت بتقول لي الاهلي هياخد البطوله من الاول. أيوة. من قبل ما يلعب اصلا. ليه؟ لا عشان انت قلت لي هم احسن لعيبه. لا سنة وعندك قفشه وعندك احمد عبد القادر وعندك بيرسيتاو وعندك مش ايا كان بقى اللي موجودين الفريق يا كابتن الموجود. افهم بس في زيهم في الوداد، مفيش زيهم، في زيهم في الترجي. معاك مدرب ده الاهلي رايح جاي يكسب يا راجل. رايح جاي. الترجي ايه؟ ما كوره امام عاشور في الترجي رايح جاي بيكسب يا كابتن. بس ما تغير زي ما انت تغير. قارن الاهلي بالترجي لا طبعا، والوداد في الوقت وفي ضربتين جزاء للترجي بتاعه كريم فؤاد وبتاعه امام عاشور ما اتحسبوش ليه؟ يغيروا النتيجه. هم اذا كان الترجي مقتنع ان الاهلي اقوى منه، انت يا عم ما اختلفتش معاك، بس اديني حقي. ده انت هنا قلت ضربه جزاء، انا ما اعرفش ده على بتاعه امام عاشور في الاول. لما شفتها تاني وحتى لو شفتها ثالث ورابع وخامس لا انا راجل صريح. انا بقول لك صريح ايه؟ لا صريح ان انا لما اشوف حاجه اقول لك دي ضربه جزاء. بلاش استنى بس والله. بلاش. خلينا من غير ما تضحك وتبين للجمهور ان انا لا ما اسمعني بس. اصلي انا قلت لك ضربه جزاء اما جت اتعادت. ما هو اصلا من الوهله الاولى كل جماهير الاهلي قالت لك ضربه جزاء. ماشي صح. ولما اتعادت قلت لك لا مش ضربتين جزاء. لا مش والله ضربتين جزاء، مش ضربه جزاء والله. انت بس اللي عايز يا كابتن ضربه جزاء. ايده مفروضه وايده معموله. ايه يا راجل بقى؟ ايه يا راجل؟ هنجدب عينينا يبقى نخزقهم عشان ما نشوفش. انت اللي عايز يا كابتن كده والله. والله ما انا والله ما انا. ده انتوا بصوا، انتوا بتحبوا الحاجه اللي هي تكسب بيها ملهاش دعوه بقى. طيب انا كنت في المنتخب والدتني في الاهلي برضو وبتحول. لا انا بكلمك شكل منتخبنا الوطني على النادي الاهلي والكره المصريه. لا انا بقول لك ايه؟ ان انت بتهتم انت بتقول الراجل اللي بيحط ايوه حاطط للنادي الاهلي، مش حاطط لمنتخب مصر، وهنا لازم يتحاسب. وهنا هو مصر اهم ولا النادي الاهلي؟ ما دخلوش الاهلي برضه. ايه؟ قول له هو كابتن، قول اللي بيحط النظام مسابقه على الجميع بما فيهم الزمالك. طب ما الزمالك اتاجل له. يا عم الزمالك ايه؟ ما تسكت. ما الزمالك لو راح نهائي ما تاجل له برضه نفس عدد ماتشات. فرق ماتشين يا كابتن. ده كان فرق ماتشين بس. يا جدع ما تسكت بقى. عيب ثانيه واحده. والله الزمالك كان فرق تاجيل كام ماتش؟ يا عم هم اللي بيأجلوا له عشان بس يقول لك ايه احنا بنأجل. طيب اعمل لك ايه انا بقى؟ الله، ما هو متأجل لي نفس العدد زياده ماتشين. نفس العدد ايه؟ ماتشين بس. ده 16 ماتش. لا ماتشين بس والله 16 ماتش. فرق ماتشين يا كابتن والله. يا جدع 16 ماتش. بيأجلوا عشان يقول لك عشان الحجه بتاعتكم دي. ما بيأجل للزمالك يا عم. زمالك ايه؟ والزمالك كان هياخد الدوري. ده الزمالك كان هيهبط. ايه يا كابتن جاي؟ ده الزمالك والله ما جاي على. لا ما تقولوش، ما تقوليش انت جاي على. لا انتوا بتحبوا ان انتوا تكسبوا
عافيه وذوق بس. اطلع بفاصل. ده انتوا راجل يوم كريم بامبو اقسم بالله الوجوه كلها اتغيرت في ثانيه. هطلع لفاصل وارجع. ما ايه يعني ما يتعادل؟ هو انت لما تعادل مش تاخد الدوري؟ ده فرق 11 بونت. كوره في الاخر. لا مش كوره، انتوا ما عندكوش كوره. لا يا راجل ده انا هقول لك على موقف، هقول لك على موقف بتاع محمد معروف. طب اطلع فاصل. لما لا قبل ما الراجل اللي هو بتاع الفار قال له تعالى الكوره، كان امين عمر قال له الكوره مش هطلع لفاصل وارجع لك يا كابتن. راح قال له وربنا ضربه جزاء، ده انا داخل يا راجل. اطلع لفاصل ونجي لك تاني.